حضورنا الكريم أيها الإخوة الأخوات الفاضلات، كل باسمه وبمقامه وبرفعته نتقدم نيابة عن مرشح الدائرة الأولى سيد فاخر القلاف البحراني على حضوركم وتواجدكم اليوم في هذا التنافس الشريف الجميل ما بين الأخوة الذين يريدون تحمل المسؤولية نيابة عنا ليكونوا في هذا المقام وفي هذا السباق الجميل الذي نشاهده في الدائرة الأولى ما بين الأخوة. كل يريد أن يقدم ما لديه من برنامج يسعى فيه لخدمة الوطن والمواطن. اليوم الكلمة ليست لي إنما لمرشح الدائرة الأولى ابن الكويت. لن ننظر إليه بمقامه أنه من عوائل بحارنا، هو لا يمثل عوائل بحارنا اليوم. لن ننظر إليه إلى أنه ابن الدائرة الأولى، بل ننظر إليه إلى أنه مرشح لعضوية مجلس الأمة، ليست فقط للدائرة الأولى وإنما لجميع الدوائر. ستكون وسيكون برنامجه الذي يريد أن يتقدم به هو لصالح الكويت أجمع، لن ينفع به الدائرة الأولى فقط، ولن يقوم بتقديم المصالح لأبناء العمومة، لا. ما جئنا إليه اليوم في هذه الدائرة، وأتشرف بأن أكون مقدما ومديرا لندوته الانتخابية اليوم سيد فاخر، أنا شرف أنا شرف ليقيني التام بأن ما لدى السيد فاخر شيء جديد لم يطرحه السابقون، مع احترامي الكامل لهم. نريد أن نستمع إلى عنوانه لهذه الندوة اليوم: وثيقة الإصلاح وإصلاح الوثيقة. ومن ثم سوف نأخذ منكم بعض الملاحظات التي سوف يقوم بها الإخوان بالعلاقات العامة، بأخذ هذه الأسئلة لطرحها بشكل مباشر وبشفافية تامة للإجابة على كل ما يدور في خلدكم من تساؤلات واستفسارات، سوف يقوم سيد فاخر بالرد عليها بشكل مباشر. فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير جميعا، شرفتونا بحضوركم وتواجدكم، وأشكركم على هذه العنوة اللي أنتم تعنيتوها للحضور في هذا المكان، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون أهل لأن أقول كلمة في حضوركم في محضركم الكريم. هذه المرة خطابي ليس مع الناس، ليس معكم، إنما الخطاب مع السلطة، بحيث أن أنا أريد أن أعبر عن وجهة نظر المواطن للسلطة. أنا بنقل كلامكم اللي سمعته بالدواوين وفي لقاءاتي معاكم إلى السلطة، بنقل همومكم وآهاتكم إلى السلطة كمواطنين. لكم مطالب ولكم قضايا احنا المفروض نمثلكم فيها كمرشح او كنائب. المفترض فيني ان اكون ممثل عن كل الامه، ممثل عن كل واحد فيكم، يعني اعبر عن لسان حالكم الى السلطه، اوصل الفكره مالتك الى السلطه. الان هذا المنبر
وهذا المقام اللي أنا فيه يساعدني على أنه أوصل الرسالة من الحين قبل لا أنه يصير قضية عضوية ولا مو عضوية. المهم أنه توصل الرسالة إلى السلطة وبكل شفافية وبكل جرأة كما عودتمونا وعودناكم من البداية، بأسلوب بسيط بدون تكلف بدون تصنع، لأن أنا واحد منكم فيكم، اللغة مالتي لغتكم والهم مالي همكم. بس قبل لا أبدأ في قضية أنه استعراض عنوان وثيقة الإصلاح وإصلاح الوثيقة، أكو أمر وشأن شوية أنه يحتاج مني أن أبين بعض الأمور فيه أو أدفع بعض الشبهات عنه. بعض المرشحين من الأخوة المنافسين مهتمين فيني وايد، جزاهم الله خير، فصاير أنا المادة الإعلامية مالتهم في اللقاءات التلفزيونية وصاير وايد هم عندهم أنه يبينون أن أنا شنو مشاكل الحملة اللي عندي وشنو ممكن أنه أنا يكون عندي سلبيات في عملي. جزاهم الله خير، أنا أشكرهم على اهتمامهم هذا. وصاير أنا محل زين، بدال لا يصير برنامج وطن عندهم وبرنامج انتخابي عندهم، صاير أنا برنامجهم الانتخابي. فمنهم من يدعي أن أنا مدعوم من جهة تمولني ومتنفذين يعطوني فلوس، والحال انه لو يشوفون المقر مالنا ويشوفون التواضع اللي عندنا بالامكانيات اللي قاعد نجمعها ب 500 هني و200 هناك حتى نطلع بالتلفزيون بالزور، لعلموا انه خيمه من خيمهم هذول اللي قاعد يتكلمون اغلى من او اكثر سعرا وقيمه من كل تكلفه هذه الحمله. مع ذلك البعض الاخر قال وما قال انه احنا جايين مسوين فرعيات، كلنا مسوين فرعيات كلها اتهامات وكلها اشاعات وكلها تهم ما لها اي قيمه، وما راح اشغل وقتكم ولا مسامعكم في الرد عليها. نعلم انه هناك من نزل غرضه انه تشتيت الاصوات، وهناك من هو مدعوم من قبل البعض، وهذا ما راح ياثر في طرح ولا في كلام راح نقوله، انه هم شغلهم الشاغل ليس الوطن، شغلهم الشاغل ليس المواطن، شغلهم شاغل شنو؟ هذا البني ادمي او ذاك البني ادمي. ما راح تنجح في تسقيط اخر، انجح في ابراز فكرك، انجح في طرحك. على اي حال هذه واحده، وواحده اخرى انا استغرب دوله وسلطه وحكومه لها ما لها من درعان ولها ما لها من سلطات وصلاحيات، ودول اخرى تعتقد انه كلمه من مرشح او نائب تزلزل اركان هذه السلطات هذه الحكومات. شنو هذا الواحد اللي بكلمه يزلزل كل هذه القوى؟ دكتور حميد دشتي او انا او غيري، اي احد مرشح نفسه يبي يقول كلمته بصراحه، يبي يواجه بكل جرأة، هذا لا يعني انه هو يملك جيش ويملك قوة ويملك ما ادري، هو يملك هذه الكلمة الصادقة. على شنو كل هالخوف انه الامن القومي ومدري يضرب السياسات الخارجية؟ ما تستدعي هذا كل المسألة. مسألة هذا انسان فرد قال كلمته حرة، الان حاسبه اذا انت بتحاسبه على كلمته بهالطريقة هذه بهالحجم هذا. ما تسوي لي حجم حق البني ادمي كانما انه هو زين بيسوي انقلاب وعنده ثورات وباشاره من ايده راح ينقلب الكون. ما فيها الحكي هذا، ما فيها الكلام هذا. ضخمت الامور، اعطيتها اكبر من حجمها، واكو ناس تتكسب من وراء هذا الكلام كله. شاهدنا الكلمه الحره لها وزنها، ولكن ما لها هذه الخطوره اللي صورها البعض بالاستيعاب. نرجع إلى موضوعنا وثيقة الإصلاح. الوثيقة في الحقيقة البعض يسمع بوثيقة الإصلاح وأنه الضجة اللي صارت على وثيقة الإصلاح، ولا يعلم شنو بالضبط في الوثيقة، ولا يعلم شنو الشيء المسلسل اللي صار زين في المجلس على الوثيقة. كل ما يعلمه أنه زادوا سعر البنزين والسبة الوثيقة، رفعوا سعر الكهرباء والماء والسبة الوثيقة، في ضرائب جايه والسبه الوثيقة، كره الوثيقة. ولكن شنو حقيقة الوثيقة؟ أنا بالنسبة لي أخذت الوثيقة من مصدرها مجلس الأمة، تقرير اللجنة المالية اللي هي تعني في
قضية الوثيقة وتعني في هالمسائل كلها. وشفت شنو الوثيقة تعالج بالضبط، شنو تتكلم عنه بالضبط، وين الخلل بالضبط. ما راح ادش في التفاصيل لانه راح يكون ممل. انا راح اعطي اشارات وانتم عليكم باقي الامر. اذا تبي تتحققون منه ترجعون الى تقرير اللجنة. الوثيقة اهم محورين فيها، يقول لك ترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية. بعد التأكيد على الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية. هذا المحورين الأساسيين. يبون يحاولون يخفضون زين بنود الميزانية ويعالجون هذا الشيء ويحافظون على المعيشة الكريمة والمعاش الكريم للمواطن. في جلسة 26/1 النواب في المجلس المنحل أكدوا على رفضهم التام، هذا موجود في التقرير، وللإنصاف أنا أذكر مو قضية منافستنا شريفة، لا تبخس الناس أشياء، اللي صار زين، ما له له ما عليه. أكد النواب رفضهم التام لأي توجه لرفع الدعم عن المواطنين. هم كانوا ويا شنو؟ مع المواطنين في عدم رفع الدعم عليهم، ما يبون رفع الدعم عن المواطنين. أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة، وأنه يجب أن تبدأ الحكومة بترشيد إنفاقها والحد من الهدر الواقع على المال العام مع تخفيض المؤسسات والوزارات. يعني شنو كان اتجاههم في الإصلاح؟ وين صار؟ أنه تبدأ الحكومة بالإصلاح من ذاتها وبعدين تتجه إلى شنو؟ هذه المرحلية مالت اللي كانوا يطالبون فيها، وأنه لا تتعرض له إلى المواطن ومعاش المواطن. الحكومة نفسها أكدت أن ترشيد الدعم ليس هو الحل الأوحد لحل الأزمة المالية. هي نفس الحكومة شو تقول؟ تقول هذا قضية أنه رفع الدعم وما أدري، هذا مو الحل الأمثل ولا الوحيد لشنو؟ للخروج من الأزمة المالية. هذا كلام الحكومة. رئيس الوزراء شو يقول؟ لا بد من البدء بخطوات موزونة للإصلاح نعالج فيها. شنو يقول؟ طبعا هذا كله موجود في التقرير مو من عندي. يقول يجب أن نعالج الترهل والهدر الذي يعطل عمليتي التنمية، ويكون ذلك دون المساس بحقوق المواطنين. يعني المشهد اللي نشوفه شنو؟ نشوف انه النواب طلبوا انه لا الدعوم ما تمس جيب المواطن. الرئيس الوزراء شو يقول؟ يقول كذلك يجب ان لا نمس جيب المواطن. ديوان المحاسبة يقول ضرورة أن تكون هناك رؤية لا تقتصر على ترشيد الدعوم فقط، مع ضرورة ترشيد الإنفاق. يعني لا تروحون صوب الدعوم. هذا ديوان المحاسبة يقول. وكالة موديز اللي طلع فيها وتكلم عنها مرزوق الغانم في لقاء بالراي، شو تقول؟ شوف شو تقول وكالة موديز، اللي يطلعون لك الشيء اللي يبونه ويخشون الشيء اللي ما يبونه، الشيء اللي أنت مفروض تسمعه زين ويكون لك موقف عليه، هذا ما يغطى. يقول قرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط والاعتماد الكبير على قطاع النفط وبطء سبب هذا بطء التقدم في التنويع الاقتصادي. سبب انه بيخفضون مستوى الائتماني السيادي في الكويت شنو؟ بطء التقدم في التنويع الاقتصادي وضعف فعالية السياسة الحكومية إضافة إلى تعرض الدولة لمخاطر جيوسياسية إقليمية. يعني أنت الإصلاح مالك ما تم في قضايا اللي هي التنويع الاقتصادي، أنت ما سويت تنويع اقتصادي، فأنت أول ما سويت رحت اتجهت إلى جيب المواطن، اتجهت إلى معاش المواطن. التقرير اللي هو في الوثيقة الاقتصادية شو يقول؟ شوف شو يقول. الوثيقة الاقتصادية اللي بيطبقونها هذه طبعا أخذوا مرحلة الحين وفي المرحلة الجاية بيطبقونها. الإصلاح المالي، أولا الإصلاح المالي استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات، المعدل الضريبة 10%. حط عندك في حسابك الحين، حط بذهنك اكو 10% جايتك زين يبي يفرضونها على التاجر، ولا هي تطلع من وين؟ راح تطلع من جيبك، التاجر يطلعها من جيبك مو من جيبه. تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها مجلس التعاون وتبناها.
هي كم؟ 5%. 10 و5% كم صار؟ 15% ياخذونهم من جيبك. بعد إعادة تسعير السلع والخدمات العامة وخاصة الوقود الكهرباء والمياه سووها. إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة. سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. هذا إصلاحهم شنو؟ المالي. كله وين؟ متجه؟ كل إصلاحهم المالي متجه إلى جيب المواطن. بعد المصروفات. في بنود كثيرة ترشيد المصروفات كافة الوزارات وما أدري شنو، بس اللي أبي أستفيد أنه هم بالمصروفات جايين حق جيب المواطن. ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له. ترشيد الدعم. معالجة السلبيات نظام دعم العمالة. هم المواطن. بعدين يحطون قضايا ثانية، مشاركة المواطنين في تملك المشروعات. شوف مشاركة المواطنين في تملك المشروعات منصبة على شنو؟ محطة وقود على محطات الوقود. هاي مشاركة شنو؟ مشاركة المواطنين. يعني اللي بيروح يبي ينتفع، من اللي بينتفع؟ اللي عنده محطة بنزين، غير ما عنده محطة بنزين ما راح ينتفع. التوصيات اللي طلعت من اللجان اللي مشاركة في الوثيقة الاقتصادية، في توصيات. شوف التوصيات لأن هذا الكلام الحين بقوله راح أرتب عليه الأثر. أثر شلون إصلاح الوثيقة. غرفة التجارة والصناعة شو تقول؟ أكدت الغرفة على أن الإصلاح والتطوير لا يتم إلا بإدارة متمكنة وقادرة على مواكبة الأفكار وتطور المنظومة. شو قاعد تقول الغرفة؟ تقول حتى أنت يصير عندك إصلاح لازم تبدأ وين؟ تبدأ بالجهاز التنفيذي في الإدارة. فإذا ما عندك إدارة صحيحة لو شو تسوي أنت؟ ما راح يصير عندك إصلاح. هذا النظر مالهم. طبعا بعد لأن غرفة التجارة شو قالت لك؟ واللي قادر على هالشيء يديره منو؟ هم طبعا القطاع الخاص. ليش انا اروح اتجه للقطاع الخاص؟ اول شغله اصلح القطاع الحكومي قبل لا اتجه للقطاع الخاص. ركزت الوثيقه، هم غرفه التجاره يقولون، ركزت الوثيقه على اهميه ترشيد الانفاق في الوقت الذي كان يفترض اعطاء الاولويه والترتيب على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر وحيد الدخل. يعني وين العله؟ وين قاعد تقول غرفه التجاره؟ تقول العله من منو؟ عله من الحكومه اللي ما نوع شنو؟ مصادر الدخل. زين. غياب البرنامج الإعلامي عن الوثيقة. ليش؟ يقول هذا البرنامج الإعلامي يساهم في الجانب في الشفافية ونقل المعلومات. وين احنا أحد يشرح لنا الوثيقة وبين لنا قضية الوثيقة وين رايحين ولا وين جايين؟ ولا حد شرح لنا ولا حد بين لنا ولا راح حد يشرح لنا ولا راح يبين لنا، لأن احنا مغيبين أصلا عن الصورة، ما يحتاج احنا نعرف شيء. اتحاد الشركات الاستثمارية، أنا قاعد أبين بس ما يخالف، استحملوني شوية لأن هذا معلومات ما أقدر أنا ألفها، لازم أبينها من مصدرها. بعدين راح أبين ليش أنا بينت المعلومات هذه. اتحاد الشركات الاستثمارية يقول لازم نسوي هيئة هذه تنسق بين كل الوزارات حتى يصير الإصلاح هذا، ولا سووا هيئة ولا سووا شيء. بعدين شو يقول؟ غياب برامج إصلاح الخلل في التركيبة السكانية والتي تعتبر جزء أساسي من عملية الإصلاح. غياب برامج إصلاح الخلل في التركيبة السكانية. يعني عندك مشكلة في التركيبة السكانية مالتك تحتاج إلى إصلاح حتى يتم الإصلاح المنشود الاقتصادي المنشود. وين هذا الإصلاح تم؟ إلا كان بعد يعتبرون البصمة الوراثية هذا الإصلاح مالهم، ما أدري. جمعية المحاسبين الكويتية تقول ضرورة إصلاح النظام الإداري في الأجهزة الحكومية، فهناك أزمة إدارة حقيقية بسبب ضعف القيادات. وين هذا كله صار؟ شفنا احنا تغيير قيادات، شفنا إصلاح في قضية انه المناصب القيادية، شفنا شيء من هذا؟ ولا شفنا شيء من هذا. كل اللي شفناه على طول اركض على شنو؟ على البنزين، وهذا اللي إصلاح مالهم كان ركضوا على البنزين. لازم تعين، يقول هذا جمعية المحاسبين يقول فيجب العمل على تعيين الكفاءات القادرة على تنفيذ رؤية الدولة والإصلاحات المنشودة، وهذا ما راح يتم ولا راح يصير. الجمعية الاقتصادية الكويتية، شوف هذول كلهم مشاركين وين؟ معطين رأيهم حق الحكومة، مو انه تقول لي الحكومة يا والله ما تدري ولا غشم وسوى الأمر، لا، عن دراية مسوين الحركة مالتهم. الجمعية تقول أوضحت الجمعية أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الدعوم فحسب، بل يمتد إلى الإصلاح الإداري. هم كلهم قاعد يتكلمون عن الإصلاح الإداري.
آخر شيء سووا اللجنة المالية طلعت التوصيات التي يجب أن تكون هي شنو؟ وثيقة إصلاح. هذه التوصيات هي البديل لوثيقة الإصلاح، ولكن الحكومة أعطتهم ظهرهم. شلون؟ بعد هذه التوصيات من الجمعيات من المحاسبة قالوا هني نحتاج زين إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمتمثلة زين في أحادية الدخل النفط وتنويع مصادر الدخل. هذا لازم أول شيء. زين وتبني الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط. تمام، فهمنا هذا. رفع كفاءة الدولة في إدارة الإنفاق العام وخفض مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد. وضع استراتيجية إعلامية تهدف إلى توعية المواطن، تغيير الثقافة السائدة لدى المواطنين، إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، تحويل الخطط طويلة الأجل إنجازات فعلية، النظر بجدية إلى الهيكل الضريبي الحالي، زين، وإعادة صياغته بالصورة التي تساعد على تنويع مصادر الإيرادات العامة. ومع في ملاحظات عليهم، مو انه مقبوله 100%. طرح المناطق السكنيه الجديده من خلال القطاع الخاص استثمار. المهم رفع كفاءه الدوله في تحصيل ايراداتها، اصلاح القطاع العام بشكل شفاف، تنفيذ الاصلاحات الاداريه الفعاله شامل لاصلاح الخدمه المدنيه. وضع آلية تضمن التوازن في هيكل الرواتب. وضع تشريعات لازمه التي تحد من استخدام العماله بمواعيد التوازن في التركيبه السكانيه. هالمجموعة من التوصيات لم تعمل بها الحكومة، وأصلا أغفلت عليها الباب. زين وثيقة الإصلاح الآن بالتقييم العام تجي تشوفها وثيقة ما عنت بالتوصيات اللي قدمتها هيئات الدولة من جمعيات ومن مؤسسات، كل ما أنه سعت إليه بدون أي دراسة بدون أي تروي أنه شق جيب المواطن. بعد توعدونا بضرائب جاية، بعد ركزت على أنه كل المشكلة موجودة في شنو؟ في الجهاز التنفيذي في إدارة الدولة. من الواضح اللي عنده قراءة بين السطور راح يعرف انه اللي صار بالضبط انه الحكومة خونت بالمجلس في قضية الاصلاحات الاقتصادية. اتفقوا على شيء وطلعت الحكومة بشيء ثاني، واللي صار انه تفاجئوا هذول انه احنا كنا متفقين على شيء وطلعتوا بشيء ثاني. طبعا اكو مجموعة متواطئة، اكو مجموعة من النواب متواطئين في هذه المسألة، ولذلك هذول اللي عندهم تناقضات في تصريحاتهم وشيهم هذا كان واضح. في البعض طلع في تناقضات واضحة وصريحة وهذا يدل على تواطؤه، والبعض الآخر توعد في أنه انعقاد الجلسة راح شنو يكشف المستور، فما انعقدت الجلسة وخلصوا الموضوع بحل مجلس الأمة وانتهت المسألة، لأنه هني صار شنو؟ صار في تخوين أو صارت خيانة من قبل البعض. تقرير اللجنة المالية يؤكد فساد الجهاز التنفيذي وترهله، وتصريح رئيس الوزراء يؤكد شنو؟ ترهل الجهاز التنفيذي للدولة يؤكده. إذا راجعنا أداء الحكومات السابقة، الغرض الحين من الكلام هذا كله الحين هاي النتيجة. إذا راجعنا هذا كله أداء الحكومات السابقة، مو بس الحكومة هذه، لا الحكومات السابقة، راح نشوف اكو سرقات صارت، تجاوزات صارت لا حسي فيها ولا رقيب. اللي يبلغ عن الفساد يحول الى التحقيق، وهذه قضايا صارت، مو انه انا اذكرها بشواهدها. يجي واحد يبلغ عن اختلاسات، يبلغ عن مثل ما صار في المكتب الصحي في واشنطن، بلغت عن الفساد وبلغت عن سرقات، هي حيلت للتحقيق وهي صارت انه متهمه، والثانيين لا زالوا في مواقعهم في اعمالهم وما تطرق لهم. واحده ثانيه طلعت قضيه انه هي قانونيه، طلعت الحيازات الزراعيه والفساد اللي صاير في الحيازات الزراعيه، هي من حولت الى التحقيق، هي من نقلوها من دوامها، زين، وهي من صار عليها الحساب والعقاب. الحرامي يكافئونه والثاني شو يسوي؟ اللي بلغ وشريف هو اللي يحاسبونه. بعد نشوف يحولون النيابه، يحولون المؤسسات، تحول النيابه، ديوان المحاسبه يحول الناس الى النيابه، شو يصير؟ تحويلات الى النيابه، ماكو ادانات.
زين حولوه في شبهه ماليه، في اثبات عليه، يتحول هناك وما يدان. بعد سرقات بالملايين، كلنا نعرف مساله الناقلات، تامينات اجتماعيه، اللي يبوق يروح يصيف وين؟ في لندن. بالملايين، وينكم عنهم هذول؟ وين الرقابه؟ وين المحاسبه؟ سلامات. هذا طبعا قاعد اتكلم عن مثالب الحكومات السابقه، هذا المثالب. الحيازات الزراعيه المفترض فيها توزع هذه الاراضي لاصحاب المشاريع لقضيه شنو؟ الامن الغذائي، على اساس انه يتوفر الامن الغذائي، وهذا الدعم مال الحكومه له هالمساله. وزعوا، واحد ياخذ 6 مزارع، الثاني ياخذ له، وتوزيع كذي ببلاش، ولا اكو مشاريع ولا صار ولا راح يصير مشاريع. الحرامي يقدم استقالته وتنتهي القضيه، هذا شفناه وايد. يصير اختلاسات، وهذا كل اللي يسويه يقدم استقالته، سلامتك تعيش. وتعال احنا شنو قدم استقالته واللي باقي شنو؟ لا، غفور رحيم هنا. تجاوزات اداريه في التعيينات، يعينون على كيفهم، وهذا وتجاوز ولا حد يقدر يحاسب احد. تدوير وزاري، لما يصير له الوزير انصاد عليه شيء، بدال يشيلونه ويحاسبونه يسوي تدوير وزاري. ليش؟ هي لعبه. بعد ظلم للكفاءات، ملف العلاج في الخارج حدث ولا حرج. تجاوزات في نظام البي او تي، هذا بعد هم حدث ولا حرج. تلاعب في الانتخابات واحنا فيها الحين. ولو اسالكم كلكم تدرون اكو تلاعب في الانتخابات، ماكو واحد فيكم قاعد هني ما يدري انه اكو شيء اسمه مال سياسي يتحرك في اثناء الانتخابات. ماكو واحد فيكم ما يدري انه اكو بلوكات. زين، هاي البلوكات يتحكم فيها ابناء الاسره الحاكمه، ويوزعون عطاياهم، هذا البلوك يروح هني والبلوك يروح هناك. زين، ماكو واحد فينا ما يدري انه في فرعيات صارت ومسكوت عنها، اغفلوا عنها، كنا مو قاعد يشوفونها. الناس قامت تشوف الفيديوهات، وهذول يسوون نفسهم ما يدرون عنها. بعد معاملات حكوميه، تنفتح الابواب حق فلان وعلان اللي يبي يوصلونه، وروح شنو تبي معامله الان يومك. بعد توجيه اعلامي، هم يوجهون الاعلام. تشوف الحين الاستفتاءات اللي ما شاء الله كل يوم واحد، احنا مصعديننا مره منزليننا مره، على حسب ما رضوا عنا صعدوا. الحين كلمتين سمعوهم اليوم باكر يحطونا اخر شيء. مو عاجبهم الحكي، اذا عجبهم حطونا وياهم ويا الناجحين، مو عاجبهم قطونا تحت. حقوق المراه المنقوصه وايد خبونا ذاك اليوم، حق المراه وحق المراه في الانتخاب، وحق المراه طبعا لانه كان في ضغط دولي على الحكومه انه انتم الديمقراطيه مالتكم مو مضبوطه، منقوصه ومعيوبه، لازم تدخل المراه وحق المراه، وسلط الاضواء على حق المراه في الانتخابات. زين، وبعدين وين حقوقها الثانيه؟ لها حقوق حالها حال الرجل، ولكن منقوصه، ولا راح يلتفتوا لها لانه ما في ضغط عالمي عليهم، ما في ضغط دولي عليهم. الجنسيه والتجنيس، الجنسيه والتجنيس صايره بيد وزير الداخليه وبيد سمو الامير في كل دول العالم بلا استثناء، كل دول العالم. وهذا كلام انا انقله نقلا عن محامي محمد الصراف اسمه كنا، هو نقل لي قال لي في كل دول العالم يبقى ملف التجنيس يكون بيد منه؟ بيد القضاء. القضاء هو اللي يتصرف في قضيه التجنيس، واذا عندك شيء تروح تلجا الى القضاء. مو انه والله وزير الداخليه الحبيب انت تعطيه اعلان رغبه، مشتهي يخلص لك اعلان رغبه خلصه، مو مشتهي خلى الملف يقعد 5 سنوات 6 سنوات. هي على كيفك هو. زين، شلون تحاسبه؟ ولا تقدر تحاسبه؟ يبي لك شنو يصير مندوب عنده على اساس تمشي هذا وتمشي ذاك وتمشي. هاي شغلنا احنا. زين، هذا الحكي الحين اللي قلته انا، الحكومات السابقه واللي الكل فيكم ما يختلف وياي في شيء لانهم مسلمات. هذا يدل على انه ما مرت علينا حكومه كفو من الحكومات هذه كلها. ما يخالف انا كويتي شويه على زين لغه عربيه، بس اللغه اللي اسلس لي اتكلمها لفظ لا يعني انه اهانه، لا لفظ كويتي سلس. زين، اني شنو تبي تقول؟ هذا الجديد استاذ وسام، دكتور وسام، هذا الجديد. شو بتقول؟ انت الحين شردت هذا كله، عرفنا. انا اقول لك شنو الجديد. احنا اكدنا في اكثر من مره ونرد ناكد اكثر من مره، لان راح يطلع لنا، ادري راح يطلع لنا ناس يقول لك ها
هذا تعدي، هذا ما يحترم الدستور، هذا ما يحترم سمو الامير. عندنا كذي احنا ويا كثرهم. قلنا احنا نصر ونؤكد على ثوابتنا الوطنيه، ما راح تتبدل ولا راح تتغير، اليوم باكر عقب باكر هاي ثوابت وطنيه، منها احترام الدستور. هذا ما راح يتبدل ولا راح يتغير، لان هذا الشيء اللي هو يخلينا يضمن لنا هذه الحياه الكريمه. هذا الدستور اللي تشوفه. بعد حكم آل صباح ما راح نستبدله باي حكم ثاني، ولا راح نقبل حكم اي احد ثاني. فعشنا في كلف هذا الحكم سنين وسنين، وراح ان شاء الله نعيش سنين وسنين معززين مكرمين، ولكن لا يعني ذلك ان احنا شنو؟ احنا ما عندنا وجهة نظر وما عندنا رأي. لا، عندنا وجهة نظر وعندنا رأي، زين؟ وهذا لا يخالف لا القانون ولا الدستور ولا احترامنا للأمير. سمو الأمير له صلاحية أن يختار رئيس مجلس الوزراء، وهذه صلاحية له، وهي من امتيازاته، ولا أحد ينافسه في هذا الشيء، ولا أحد ينازع هذا الأمر، ما حد يقدر ينازعه. ولكن وجهة نظر مواطن غلبان حالي حالكم، يقول له يا سمو الأمير، إذا ما كان أكو أحد في الأسرة قادر على أن يذهب بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء ويقدر يدير حكومة زين بشكل يتناسب مع طموحات الشعب الكويتي، حط من أبناء الشعب الكويتي منا احنا وفينا واحد عنده المؤهلات والكفاءة والقدرة على أن يدير هذه الحكومة. الأمر ليس محصور فقط وفقط في الأسرة. القانون والدستور شو يقول؟ هل عين أنه رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون من الأسرة؟ لا، ما حدد هذا. فهذا الأمر راجع ليه؟ الأمير. وإحنا نقول كلنا أبنائك، عيال الكويت كلهم عيالك. إذا ما في أحد عنده الكفاءة يدير حكومة وينهض بمسؤولية البلد ويطلعنا من الأزمة، اختار واحد من الشعب. مو انتخابات، احنا ما نقول مثل ما قالوا جماعة الحراك نبيها انتخابات، لا مو انتخابات، هو أمر راجع لك، زين، راجع للسمو وحضرة صاحب السمو أمير البلاد. هذا اقتراح، هذا جديد، باكر يزعلون علينا بعض الناس. زين، هذا خلصنا منه. اني انا وانت والكل سؤالنا للسلطة، هل نحن ابناء هذا الوطن، هل نحن والشعب الكويت شركاء في هذا الوطن ام اجراء؟ هل احنا مستاجرين ولا لا؟ احنا اصحاب الوطن، احنا اصحاب البيت ولا لا؟ جايين بصفه مؤقته. اذا كنا من اصحاب البيت فنقول هالمواطن هالشعب وقف مع السلطه وساندها في كل مراحلها، مع كل عيوبها، مع تكسيرها للاراده الشعبيه، وهو هذا الشعب صامد وياها، صابر معاها ومتحمل. بعد صار مجلس وطني، هم ما قالوا شيء وتحملوا. صار مجلس 25، هم ما قالوا شيء وتحملوا. صار اعتقالات في دواوين الاثنين اللي سمعنا عليها قبل الغزو وبعد الغزو. شوف، اثناء الغزو هذول نفسهم الدواوين هم التفوا حول السلطه وعطوا الشرعيه للسلطه وما رضوا شنو؟ يستغنون عن السلطه. شعب اعطى دماء واسرى من الرجال والنساء، عطى ضحى لهذا البلد وتمسك بالسلطه. شعب مثل هذا وفي، شعب مثل هذا يحتاج انه تكرمه ما تسيله. بعد كل هذا اللي قاعد نشوفه مع عيوب الانتخابات اللي ندري فيها واللعب اللي قاعد يصير بالانتخابات وندري فيه، وندري انه هالمجلس ب3/4 مزيف، الربع الوحيد اللي فيه يمكن صاحي، هذا اللي شايل الدنيا، ولا الباقي العالم الله شلون وصل. زين، مع هذا كله فماذا يستحق المواطن منكم؟ هذا السؤال. ماذا نستحق من السلطة كمواطنين، كأبناء لهذا الوطن؟ شو نستحق؟ هل نستحق أن
يتميز احدنا على الاخر اذا عنده واسطه، ومن ليس له واسطه لا كرامه له. هذا احنا، هذا استحقاقنا اليوم احنا بالكويت. اذا انا عندي ظهر، انا لي مستقبل، ما عندي ظهر ما لي مستقبل. ما في فرق في هالمساله بين سني وشيعي في هالسالفه. بعضهم يقول ها السنه كذي والشيعة، لا سني او شيعي ما عندك ظهر، ما عندك واسطه، ما راح توصل لمناصب معينه ولا راح تاخذ وظائف معينه، محروم منها. خلوا الشعب يحتاج الى اللي يسوى واللي ما يسوى، خلوا الشعب يلجأ للواسطه. كانت هذا الواسطه ادمي ولا مو ادمي، يستغل ولا ما يستغل، بعد صار مجبور انه يلجأ له. فقد الثقه في كل شيء، ما عندنا نصدق الحكومه في شيء، لان كل ما قالوا شيء نشوف غيره يصير، عكسه يصير. بعد هل احنا يجب علينا ان نخاصم السلطه حتى نحصل على حقوقنا؟ هالشكل هذا الولاء وهذا الوفاء لازم احنا نحقق مطالبنا بالمخاصمه؟ لا اصلا مو صحيح. وطن بلد يعاني مشاكل من متى؟ يعني انا اشوف الجرايد يحطون، بعض الجرايد تشوف حاطين لك الجريده القديمه هاي مال سفناب مال قبل بطل من شلون صاير زين دعاياتهم، شنو حاطين؟ نفس المشاكل اليوم من قبل ايش كثر، نفس مشاكل الصحه، نفس مشاكل نفسها يعني من دهر وهم للحين يعلقون في السالفه مو راضيين يحلونها. بلد انا اليوم بطلت عيوني اشوف هذه الارض ايش طولها ايش عرضها، زين هذا البلد الارض من ليه؟ قال حق فلان، شلون حصل عليها هذا؟ ذيك الايام غداهم مرقيه وخبزه يابسه، من وين لا هاي الفلوس شرى الارض؟ كان نقول بوضع اليد. شاليهات كلها ماخذين على البحر كلها بوضع اليد، بلد كلها بوضع اليد، زين في غفله من الناس. واليوم انت تدور لك ارض تبني فيها بيت. ايش فيكم انتم؟ شنو الازمه الاسكانيه؟ والازمه الاسكانيه موجوده الحين، ناطر البيت ان شاء الله نعطيه فرصه يتكلم. زين مشكلتهم ما في اراضي، ليش ما في اراضي؟ لان كل واحد حط ايده انه هو وضع اليد، خذال النقص ايش كبره، وضع اليد يشوف اقطاعيين تمر على بيت انه فلان هذا بالزاويه، زين فريج كامل بوضع اليد. شلون وضع اليد هذا؟ شو الحكي الفاضي؟ ولكن بعد وضع اليد. بعض القوانين تشوفها فصلوها تفصيل، تطلع قانون مفصل. شو السالفه؟ ليش مفصل؟ لانه مفصل حق فلان من الناس، علان من الناس، فلان تاجر، يفصلوا له القانون. بعد يبطلوا لك باب التعيينات، وهذه صايره وياي، يبطلون باب التعيينات ويحطون شروط معينه حق فلان وفلان، بعدين يسكر باب يقول لك ماكو ميزانيه. وتو هاي صايره في قضيه النفط. الكفاءات محاربه. وصلنا لهذه المرحله اليوم. انا بالدواوين وبين الناس قاعد احس هذا الشيء وقاعد اشوفه. العالم كلها تحلطم، ماكو واحد قاعد يتحلطم، والكل محبط والكل متشائم. السبب يقول ما ظنتي راح تتعدل الامور ولا راح يتغير شيء. ليش ما يتعدل؟ يقول صار لنا سنين بهالحاله، هذا الوضع وهذا الامر هذا على ما هو عليه. ليش وصلنا لهذه؟ بعضهم يقول لك انا افكر اطلع يبغى من هالديره، بطلع خلاص. اذا هذا الحال مالنا المايل وما راح يتعدل، ليش انا اتعب نفسي وباكر يصير اسوء واسوء، من سيء الى اسوء؟ هل هذا ما يستحقه المواطن؟ سؤال. هذه مسؤولية منو يا جماعه؟ من اللي ماسك البلد واللي قاعد يدير البلد؟ من اللي بيده مقدرات البلد؟ الرقابه والتشريع هم اللي بيدهم؟ مجلس الامه اللي بيده؟ ولا الحكومه اللي بيدها؟ الحكومه اللي بيدها البلد وبيدها مقدرات البلد، وتقدر تحل كل المشاكل بلحظه. اجيب لكم سالفه وانتم ما تصدقونها. يمكن واحد يقول لي يشتغل بالمستشفى هذا، مستشفى الولاده، يقول عندنا الغرفه الخاصه بالواسطه نطلعها حق فلان يتصل وكيل يتصل من شنو، المهم يعطونا الغرفه الخاصه. فيا لهم تاجر من التجار المتمكنين قال انا ابني لكم زين مبنى كامل وفي الغرف والاجنحه، بس كل ما هذه انه احط اسمي في هذا. رفض هذا العرض. ليش؟ تاقون يعني تصور كذي، حط براسك ليش؟
قال اذا بنينا الحين وتوفرت الغرف وهذا باكر من يدق علينا يبي واسطه؟ مسؤولين يفكرون بهالطريقه. مسؤول بلد يفكر بالطريقه انه من يتصل علي ومن يبي من واسطه، اذا انا وفرت الامر للمواطن. بعد اخر يقول واحد عمره 18 سنه يتزوج انا اعطيه بيت؟ حق شنو؟ فاذا انت يبونك طول الوقت شنو؟ يبونك طول الوقت محتاجهم حتى انه يتم الواسطه ويتم المجلس اللي يبونه بالطريقه مالتهم وتنفذ الصفقات اللي هم الملياريه اللي هم يبونها. الان هذا الظلم وهذا الوضع واقع على ابناء الشعب كافه بلا تمايز بلا استثناء، صح؟ ولكن احنا الشيعة لنا كلمه، لا تقولون طائفي مو طائفي، انا قاعد اتكلم بلسان حالكم. عندي الجرأة اتكلم، ما عندك الجرأة تتكلم مو مشكلة، بس انا بلا عندي الجرأة اتكلم. احنا شيعة في هالبلد عندنا احساس يحسسونا احنا مواطنين من الدرجة الثانية. هذا الاحساس اذا مو موجود عندك اعرف ان انت متنفذ وواصل وما عندك مشكلة، ولكن احنا قاعد نتكلم عن عموم الشيعة. ليش تحس الاحساس هذا؟ تحسه ولا لا؟ تشعره ولا لا؟ بلا تشعره. لما تجي تشوف عدد الوزراء عندك، كم عدد وزرائك من اول ما صارت الدولة الحكومة الى يومك؟ تعدى كم من عدد الوزراء؟ الوكلاء، المناصب القيادية، بعد بالجيش والشرطة مالك امل. اذا صار واحد نادر، اثنين بالكثير، بالمنة عليك اذا صار ثلاثة. حطوا قيادي في الجيش ولا حطوا قيادي في الشرطة. ليش؟ ما هو مواطن حال حال المواطن الثاني. بعد اتي في التفاضل في المناصب، شوفوا يقدم الثاني على الاول. ليش؟ ايش حقه؟ لا هو اقدم، لا هو اكفأ. ليش التمييز في المعاملة؟ ليش تحسسه انه هو مواطن من الدرجة الثانية؟ الشيعي حاله حال السني، له ما له، مثل السني بالضبط. شنو يعطيه القانون، شنو يحق له وشنو عليه من واجب. ما يحق لك تميز بينه وبين اخوه السني، مو صحيح. تشوف الشيعي في حسرة بقلبه يبي يصير طيار، ممنوع يصير طيار، لازم عنده دبل واسطة حتى يصير طيار. يبي يصير ضابط، ممنوع يصير ضابط. ليش؟ لازم يجيب له واسطة الواسطة حتى يصير ضابط بالشرطة ولا بالجيش. أنا واحد من الناس ولدي يبي يصير ضابط، ما عندي واسطة، قاعد ما صار ضابط. أخوي كان يبي يصير ضابط ما صار ضابط. ليش؟ لأنه مو والله ما عنده الكفاءة، لا كفاءة وأحسن من 3/4 في ناس دششوهم أصلا ما ينطبق عليها المواصفات. ولكن هذا ديرتك، هذا وضعك. إحساس بالظلم مشكل. بعد شوف تطبيق قانون الوحدة الوطنية. أنا ما أبي أصعد موجة الطائفية والكلام الطائفي، مو صعب والله، سهل. الحين أشرح لك ولا ماكو ميكروفون مفتوح وأنتم قاعدين زين ونصعد موجة. لا ما راح نصعد موجة. ولكن لما نيجي أنت حاطين لك قانون وقاعد يقول لك إنه أي واحد يزدري المذهب الآخر وأبناء الطائفة الأخرى أنت يجب أن شنو؟ تحوله إلى القضاء وتحوله وتحاسبه. ما تحاسبه لنا نطلع مظاهرات، ما تحاسبه لين انه والله بتويتر مليون حساب يقول طردوا هذا ولا حاسبوا هذا. اليوم طبطبائي وهايف ومناور على الشارده والوارده يعلق على مذهبنا، زياره ال40 يطنز عليها، خيم وزاره الدوله وزاره الداخليه حاطه خيم للامن زين تسهيل مهمتهم وتسهيل سفر الزوار. هذا يعلق ويبي ينتقص من الشيعة. أذناب إيران، أذناب إيران، كلمة ثانية قالوا لنا أذناب إيران، يطعنون في ولاياتنا وكأنما هم الولاء اللي عندهم. ما صارت لله. يعني رسالتي للحكومة، كلامي أقول لكم كلام للحكومة بس كافي حوله إلى المحاكمة، حوله إلى القضاء. لا تخلينا نواجهه ويواجهنا، نقدر نواجه، عندنا الشجاعة نواجه أكبر راس.
مليون مرة قلنا للحكومة، مليون مرة قلنا للسلطة مناهجكم غلط، منهج التربية الإسلامية مالكم غلط، قاعد يكفر الشيعة ولا إذن تسمعك، إذن من طين وإذن من عيين. وأذكر كل يوم عاشوراء يطلع لنا في بيان ويطلع لنا المنشور ونرد نقول لهم يا عمي هذا غلط، لا يتعرض للمذهب الآخر، كيف مذهبه؟ إذن من طين إذن من عيين. صبرنا مو ضعف، سكوتنا مو خنوع. الحكمة قاعد تديرنا، العقل قاعد يحكمنا، ولكن للصبر حدود، للصبر حدود. كلامي الأخير والله يعينكم عليه، الله يعين عليهم، ما لا تخافون، اي لا هذول الأكبر منهم، ولكن صبرنا احنا عنهم، هم يحسبونه ضعف، مو ضعف، يدرون لما تصير صجيه وتحج عجايجه هذول ما ياكلون خبز ويانا. ما نخاف الا من الله اللي خلقنا، ثقوا واعتقدوا بالله. لو واحد يتعدى على مذهبنا عقائدنا يمس واحد من شيعتنا، لا احنا بالمرصاد لا نوقف له وي بوي. الله يحفظكم جميعا. الكلمة الأخيرة أنا اللي بوصل لها، هذا النتيجة الأخيرة من كلامي كله، دوختكم أدري، طولت عليكم أدري، ولكن هاي ترى الفرصة الوحيدة اللي أقدر أتكلم فيها. نعطي بيزات يخلونا نتكلم نص ساعة. إيه يقصصون في جواب، ما يعطون المجال، هذا المجال الوحيد الحين أنا أتكلم على كيفي. مرسوم حل مجلس الأمة في كلميات مهمة جدا، هذه اللي أنا بحط تحتها خطوط، أن احنا نحتاج إلى استقرار سياسي حتى نواجه التحديات القادمة. نحتاج هذا المرسوم، ارجعوا له هذا الكلام ماله. أنا كلامي حق الحكومة، حق السلطة. إذا كنتوا تدورون الاستقرار السياسي لن يتحقق الاستقرار السياسي بمجلس خيال مآت. مجلس كذوبي ما يسوي لكم استقرار سياسي، لأن هالمرة العالم وصل وياه الأمر لهني، خلاص ماكو جيش. زين خاربة بيهم مجلس انتم جايبينه على كيفكم، بتحطونه بتسوون فيه مثل ما سووا، ما راح يقبلون هالمجلس، راح يطقون المجلس بالطوفه، ما راح يصير استقرار سياسي. وياكم بعد ذاك اللي راح يطلع من سجنه، والعالم بعد راح توقف وياه. اذا صار هذا موقفكم، ثقوا واعتقدوا انه اذا ما ضبطتوا مجلس مثل العالم هالمره ووخرتوا ايدكم على اللعب القدر، راح يجيكم فلان وفلان راح يطلعون وياه وايد. فلان منو؟ بعد انتم ادرى من فلان هذا، خليه يطلع من سجده. لن يتحقق الاستقرار السياسي بمجلس رئاسته محسومه. من اليوم من رئيس مجلس الامه؟ احسنت، والله والديك. هذا يعني انت جاي لي اشكره عينك قاعد تقول لي هذا اللعبه مالتنا وهذا الحسبه مالتنا. لا تلعبون هاللعبه هذه ما راح تسبب استقرار سياسي. بعد ما راح يتحقق استقرار سياسي ببقاء رموز فاسده على السلطه، ما راح يتحقق. شيلوا هذول الرؤوس الفاسده اللي عليهم شبهات، شيلوهم، اللي صار عليهم كلام وانكشفوا انه عليهم اختلاسات وعليهم تجاوزات، شيلوهم من المناصب القياديه، ما راح يحققون لكم استقرار سياسي. بعد ما راح يتحقق استقرار سياسي بالتعرض لحقوق المواطن ومس جيبه، ما راح يحقق لكم استقرار سياسي. الان مؤشر لكم كان البنزين وشفتوا رده الفعل، فلا تتحرشون في المواطنين، حافظوا على حقوقهم، حافظوا على استقراركم السياسي، زين، خلوا النفس عليكم طيبه، وعندكم روحوا نوعوا مصادر الدخل عندكم، روحوا شوفوا لكم استثمارات طريقه معينه، دبروا اموركم، مو انه والله انت صار عندك فلوس شويه حرمت ولدك بالمصروف، هذا مو صحيح. ما راح يتحقق استقرار سياسي مع قضيه فرق تسد، طبق قانون الوحده الوطنيه. ما راح يتحقق استقرار سياسي إذا ما كنتوا صادقين مع شعبكم وواضحين مع شعبكم. إذا أردتم
وكنتم صادقين في تحقيق الاستقرار السياسي طبقوا مبدأ العدالة والمساواة وطبقوا القانون. ما حد يبي منكم شيء. طبق القانون على الكل بمسطرة واحدة، وطبق مبدأ العدالة والمساواة بشكل واضح، زين، راح يحقق لك هذا استقرار سياسي. حط حكومة، وقلنا احنا يعني حضرة صاحب السمو أمير البلاد إذا يحط له واحد بعد من أبناء الشعب يفتهم ومالي نفسه، وواحد عنده القدرة أنه والله ياخذ بيد البلد ويطلعنا من الأزمة اللي فيها، هذا ممتاز. فحط لك رئيس مجلس وزراء إصلاحي، وحط وزراء ثقات، ناس تفتهم ثقات، وخلك عندك خطة واضحة وجدولة واضحة، زين، وخريطة طريق واضحة. خليك شفاف مع الناس وبين لهم وين رايحين وين جايين. خلهم شركاء لك في قرارك، خلهم فاهمين مسؤولياتهم والتحديات اللي جارية. لا تعطيهم زين ظهرك وتمشي، ولا تعاملهم كأنما هم مجبرين على قرارك. لا لا، هم أصحاب إرادة وأصحاب قرار، واقعا هم المفروض مصدر كل السلطات. آخر شيء، كل الشعب الآن وبصورة واضحة يبي التغيير. هذه الرسالة ما أدري فهمتها الحكومة ولا لا، السلطة فهمتها ولا لا، الشعب كله كافة. ما سألت أحد إلا قال شنو؟ يبي التغيير. يعني سائم الموقف وسائم الوضع اللي موجود وسائم السياسات الموجودة، فتتجه أنت من كيفك بإرادتك إلى التغيير، وهو الشعب راح يختار، زين، بما يوافق التغيير اللي يبيه. اكسب شعبك، اكسب شعبك راح تكسب كل شيء. هذا كلامي للسلطة، كسبوا شعبكم راح تكسبون كل شيء. إذا خسرتوا شعب راح تخسرون كل شيء. وسهل جدا، سهل جدا أن تكسب هالشعب الطيب. الشعب الكويتي طيب وينسى بسرعة وما عنده أي مشكلة، بس لا تتحداه وتعانده وتتعرض لمعيشته وكرامته. أنا طولت عليكم. آخر شيء، أنا أشكر أبناء الدائرة الأولى وأشكر جميع الحاضرين الزين لما لقيته من حفاوة الاستقبال في دواوينهم، لما وجدته من كلمة حرة أبية شفتها عندهم حقيقة، ونقاش راقي. بعضهم قثونا بس ما يخالف زين على اعتبار أنه يبي يعرفون شيء، يبون يوصلون المعلومة، وهذا جيد. زين، الدائرة الأولى حقيقة تثبت للعالم كله أنهم مو مسيرين، وهم مو قابلين للمساومة والبيع والشراء، هم اختيارهم حر، زين، وعلى مبدأ يقدرون يغيرون المعادلات. هذا اللي عهدناه وشفناه في الدائرة الأولى. كلام اللي سمعتوه اليوم هذا مو كل شيء عندي، في كلام يجمد على الشارب، هذا ينقال تحت القبة إذا وصلنا هناك، بس هذا مو الكلام. طبعا أنا أؤمن في قضية أنه هذا الكرسي هو لكم، وإحنا ما إحنا إلا لسان حالكم في هالكرسي. إحنا ممثلين لكم، بعضهم صاروا ممثلين عليكم، لكن إحنا بالصدق نقولها، إحنا هذا الكرسي لكم. أنتم شركاء في المسؤولية، أنتم شركاء بالكلمة، أنتم شركاء بالموقف، أنتم شركاء في كل شيء. من ضمن القضايا اللي تبناها السيد فاخر في برنامجه الانتخابي هي القضية الإسكانية، لأن القضية الإسكانية لا تشكل فقط شريحة معينة في المجتمع أو أبناء الدائرة أو أبناء العائلة أو القبائل أو بعض العوائل المختصة. موضوع القضية الإسكانية موضوع كبير يضم شريحة كبيرة من المجتمع، وتعتبر مشكلة تؤرق كل بيت وكل من يريد أن يدخل ما يسمى الحياة الزوجية، لأنه قاعد يفكر ويحاتي في موضوع مهم جدا، وهو موضوع السكن أو الإيجار اللي قاعد ياخذ تقريبا حاليا ثلث إلى نصف راتبه حتى يستطيع أن يحصل على سكن محترم ويليق بعدد أسرته ويكون متناسب أيضا مع قربه من دوامه ومن عائلته. لذلك من ضمن البرنامج والنقاط المهمة التي يسعى إليها السيد فاخر هي موضوع القضية الإسكانية. فلذلك يتفضل الأستاذ بشار الأستاذ
الراعي الرسمي او نقول المنسق العام والمؤسس لحمله ناطر بيت بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم سوف نأخذ جولة على ضوء الأسئلة والاقتراحات والانطلاقات اللي تتفضلون فيها. حضورنا اليوم كممثل لحملة ناطر بيت الشعبية، بس أبي أكد أنه ما هو فزعة لشخص، وإنما دعم لتوجه ولأفكار، وهذا النهج اللي اتبعتها الحملة من بدايتها. لازم تقوم بنوع من التصعيد، فقمنا بالاعتصامات السلمية والتصعيد ولهجة يعني نوع الخطاب كان تصعيدي بالبداية حتى نوصل صوتنا، وكان في اعتصامات رمزية في ساحة الرعاية السكنية حتى نثبت هذا الموقف حقيقة. الحمد لله يعني الحكومة بعد موجة، يعني أنا قاعد أختصر لكم الأحداث كثيرة بقدر الإمكان، استجابت للموقف، خاصة أن وقتها كانت الأحداث السياسية ملتهبة، والحكومة كانت يعني تتعامل مع مسيرات وحراك، فلما يكون في مطلب يعني يخص الجميع ومستحق، ارتأوا أصحاب الشأن أن هذا المطلب مطلب مستحق، ويعني تبنوا رؤية الحملة بعد تقريبا أعتقد يعني 2 أو 3 سنوات من عمل الحملة. فبعد ما تبنت الحكومة تغير نشاط الحملة من التصعيد والمطالبة بطبيعة الحال إلى متابعة. ما يصير أنت تطالب بشيء وبعد ما الحكومة تقول لك أنا راح أمشي على خطتك ترد وتهاجم. احنا نبي العنب ما نبي الناطور. فتحولنا من المطالبة إلى المتابعة. قمنا نتابع أداء الحكومة ونتابع أداء النواب، نتابع خاصة يعني اليوم احنا بما أن انتخابات برلمانية دور النائب يعني أساسي، والقوانين لقينا ان كانت في قوانين مقيده لوزاره الاسكان، ان يعني الوزاره حتى لو تبي تشتغل ما تقدر، لان القوانين هي كانت مقيده. لذلك دور الحمله تحول الى متابعه الحكومه، متابعه المجلس، نشوف الوعود الحكوميه في كل سنه، عدد الوحدات السكنيه الموعوده وما يتم توزيعها على ارض الواقع، ونقوم باعداد هذه التقارير الربع السنويه والسنويه وننشرها للراي العام. هذا يعني احنا بالنسبه لنا هذا بحد ذاته هو نوع من الضغط. مو كل نوع من الضغط او التصعيد يكون بالهجوم، هذا نوع من الضغط ان الناس تعرف شنو ان اصحاب الشأن قاعدين يتابعون ما يمسهم ويمس حياتهم. هذا بحد ذاته تخلي جميع مؤسسات الدوله تشتغل وتقوم بدورها، لان تشوف ان في ناس قاعده تراقب هذا الشيء. هذا بالنسبه حق دور الحمله قبل الاستجابه للمطالب وبعد الاستجابه للمطالب. واقع الاسكان يعني بالبدايه كان يعني اول قبل ما تصير الحمله كان في يعني 98,000 طلب، بعد ما بلشت الحمله زاد العدد، والحين قاعد يتناقص كل سنه 4000 طلب اسكاني قاعد يتناقص. الهدف انك انت كل ما تزيد المعروض بالسوق تستقر الاسعار، تستقر اسعار الايجارات اللي قاعد تلتهم جيب المواطن. ويعني الفكره الاساسيه انك انت تحدد هدف قابل للتطبيق، وهذا الشيء احنا لاحظناه ان وايد من السياسيين يتكسبون على معاناه المواطن ويروح ويقدم قانون ويستجوب وزير او بس علشان يبين قدام الناس انه هو انا ابي مصلحتكم، وهو اللي يبي اصلا ما يصير. فاللي يبي فعلا يخدم المواطن اول شيء يروح حق اصحاب الاختصاص. يعني في مجتمعات مدني منظمات مجتمع مدني مختصه في جميع القضايا، النائب مستحيل انه هو يكون ملم بجميع الجوانب.
لذلك احنا الناس اللي يدعمونا، وان شاء الله ان سيد فاخر نتامل ان شاء الله لما يتوفق تحت قبه البرلمان يتبنى القوانين اللي تمس المواطن بالشأن الاسكاني. هذه الاشياء اللي تصب مصلحه الانسان ان شاء الله. اما المزايدات واني انا سوف افعل لما النائب يتكلم قدام الاعلام بروحه هذا ما يفيد. متعلقين. هذا السبب اليوم حضورنا بالنسبه حق سيد فاخر وجميع يعني صراحه المرشحين او النواب السابقين اللي شفنا انهم فعلا داعمين للقضيه الاسكانيه. انا اللي عرفت ان سيد فاخر حاط من ضمن البرنامج الانتخابي شراكه استراتيجيه مع حمله ناظر بيت، فهذا تسجل له صراحه نشكره على هذا الامر اللي نبيه بالفتره القادمه. يعني احنا ندري ان القضيه الاسكانيه الحين على الاقل انها ركبت السكه، قبل ما كان في رؤيه الحين في رؤيه. نبي القضيه الاسكانيه تستمر كاولويه، هذه شغله، لان ما تدري ممكن يجي مجلس يحط شيء ثاني كاولويه. فنبي القضيه الاسكانيه تظل كاولويه، نبي التوزيعات 12,000 وحده سكنيه تستمر، ونبي في قانون. يعني انا بس ابي انتهز الفرصه علشان اوضح النقطه، موضوع احتكار الاراضي السكنيه في مناطق السكن الخاص. نتمنى ان من سيد فاخر وجميع من يحالفه الحظ بالوصول لقبه البرلمان انه يدعم تعديل هذا. وهذا القانون موجود حاليا في اللجنه الماليه، لكن في ناس قاعده تعرقل هذا وعد. هذا الشيء هذا وعد. هذا وعد. اي نعم. انا اوافقك الراي، هذا وعد. اذا وصلنا وانا اوعدك هالشيء هذا ان شاء الله. جزاك الله خير ان شاء الله. وكل الشكر للجميع وسيد فاخر وجماعه شباب الملتقى لدعم القضيه الاسكانيه، وشاكر لكم حسن الاستماع. جزيل الشكر لعضو حمله ناظر بيت الاستاذ بشار الاستاذ على حضوره وعلى القاء الكلمات، ونعلم ما يجول في خاطره الكثير من الهموم. طرح الاسئله بشكل سريع والسيد راح يجاوب عليها بما قل ودل. السؤال الاول وراح اتكلم بكل صراحه ومثل ما وعدنا الحضور بكل شفافيه. هل تعتمد على الصوت البحراني فقط في دائرتك كما ادعى البعض وهو يعتمد على الصوت الحر، وهل هذا الصوت هو الصوت البحراني؟ بدقيقة. طبعا لا. بس خلاص؟ اقل من دقيقة. هل تقول انه من لا يصوت لي يعتبر مأثوم، وهل التصويت لك واجب شرعي؟ لا طبعا. هل ستقدم خدمات لأبناء الوطن أم ستكون مثل أخيك؟ أنا شغل مثل أخيك، بس راح أقدم خدمات أكيد، لأن أصل تصدينا لخدمة الناس كلها. سؤال، هل صحيح سيد حسين قال لك انزل وأنا مستشارك؟ نعم. نعم؟ نعم. التعسف الحاصل في منفذ العبدلي من قبل جمارك وأمن الدولة، إلى متى هذا التعسف؟ وين دور وزير الداخلية؟ لأن نحطه على منصة إن شاء الله. وين دور وزير المالية المسؤول عن الجمارك؟ نفس الشيء. أنا أبي الأخت ياسمين القلاف ممثلة عن المعاقين تجهز وتوصل لها الميكروفون إذا كانت حابة يكون الميكروفون عندها. السلام عليكم، يعطيك العافية. سيد فاخر يعطيك العافية الحضور. عافيك. أنا ياسمين القلاف، عضو مجلس إدارة في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، وأيضا ناشطة في مجال التوحد. احنا طبعا دائما لما نتكلم يقولون لنا لا تذكرون السلبيات، بس اذا ما ذكرنا السلبيات اذا ما في احد يقدر يطور في المواضيع الناقصه. صح. بالكويت عندنا مركز الكويت للتوحد يعطيهم العافيه، المركز موجود، لكن للاسف الشديد ان المركز ما قاعد يستقبل حالات وايد. موجود هذا المركز لكن قاعد يستقبلون حالات غير كويتيه، والكويتي يظل ينتظر دور طويل. انا يمكن من 4 سنين اول ما رجعت من بريطانيا رحت لهم، فقالوا لي الويتنج ليست عندنا يصل الى 3 سنوات. طيب احنا نتمنى طالما في مركز نتمنى ايضا انه يكون في مدارس، نتمنى ايضا انه لو السيد يقدر يلتفت لهذه القضيه، قضيه اطفال التوحد، يصير في مراكز اكثر من اللي موجوده حاليا، مدارس ايضا غير اللي موجوده حاليا. عندنا ايضا مشكله ثانيه منها
ان ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه مو كلهم يقدرون ياخذون شهادات تاهلهم انه يدخلون جامعه مستقبلا. طيب في منهم وايد قادرين على التحصيل التعليمي، لكن وزاره التربيه او المدارس الموجوده ما قاعد تعطيهم هذه الفرصه. يعني انا ايضا ام لبطل من ابطال التوحد عمره 7 سنوات، حاليا قاعده ادرسه في البيت لان ما في سبل او مدارس مناسبه حق حالاتنا. فاحنا نتمنى انه يعني يصير في لفت نظر اكثر على هذا الموضوع، يصير في اكثر تحطون ايدكم بيدنا، تاخذون بالتوصيات. في عندنا طبعا وثيقه احنا مقدمينها من خلال الجمعيه، قدمتها حق الاداره عندكم، فان شاء الله نتمنى منك انك تطلع عليها ويصير في تعاون بيناتنا مستقبلا. هذا وعد ان شاء الله، هذا وعد. الله يعافيك. سيد فاخر، هل تعتقد بأن السلطة القضائية تحتاج إلى إصلاح؟ السلطة القضائية ماكو شيء ما يحتاج إلى إصلاح. يعني عملية الإصلاح هي عملية تقويم لتجربة وإعادة نظر في أمور، هذا طبيعي. ولذلك نشوف الآن قانون اللي هو استقلال القضاء اللي قاعد يسعوا له المجلس السابق سعى له وما نفذوه وبقى معلق، واللي قاعد يوعدنا الحين فيه انه هو البعض. مرزوق الغانم قال انه اذا كان في المجلس الجاي راح يطبق هذا. اي جميل. تقييمك للصوت الواحد؟ صوت الواحد جيد في امور وسيء في امور. كرس بعض القضايا الخاطئه، وهو جيد لو يتبع مع نظام توسعة القاعدة الانتخابية. إذا قدرنا نوسع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب وإدخال العسكري إلى التصويت وتغيير نظام الدوائر، صوت الواحد راح يعطي نتيجة طيبة. أما بهالطريقة لا، سيء جدا. تقييمك لوثيقة الثوابت الشرعية؟ اللي يوقعونها حق هايف ويوقعونها هذول الطبطبائي ما طبطبائي، وثيقة طائفية ما لها معنى. ملف الرياضة، كونك رياضي سابق، ملف الرياضة والشأن المتدهور كيف يتم إصلاحه؟ احنا قلنا لهم قضية التخصيص هي خلق فرص عمل جديدة، وراح تنهض بالرياضة من ذاك اليوم بس من يمك. المستوى والمناهج التعليمية والعالم المتقدم الآن بات يسير أو يثور على تقدمه، ونحن مكان أكثر التعليم الخاص والتعليم الحكومي. مشكلتنا في قضية تسييس القرارات في التربية والتعليم. في تسييس، هذا أشار إليه المرحوم الدكتور أحمد الربعي رحمة الله عليه. إذا قدرنا نسوي وزارة التربية هيئة مستقلة نبتعد فيها عن السجال السياسي. جميل. تسكين الوظائف الإشرافية، وكيف نستطيع أن نحصل على هذه الوظائف الإشرافية، وما هي الطريقة المثلى للحصول على الوظيفة الإشرافية؟ نحتاج لها بحث إداري. هذا المتقاعدين دخلهم ثابت، وأيضا أغلب المواطنين وسوف تؤثر عليهم الضريبة، إن كانت هناك ضريبة في يوم من الأيام سوف تفرض. صحيح. يجب أن يكون هناك في مراعاة للمعاشات المتقاعدين حال الثاني. جميل. فرص العمل بالنسبة للكويتيين إلى متى؟ إلى أنه تغيير هذا الخلل الموجود في الجهاز الإداري التنفيذي. إذا ما صلحنا إحنا من الحكومة ما راح يصلح الحال. الكفاءات الشبابية وتهميشهم، هذه واحدة من المعضلات اللي عندنا. يجب أن يأخذون الشباب فرصتهم 100%. يجب أن يأخذ الشباب فرصتهم، وهذا بإحالة من هو صار له 50 مليون سنة زين في وظيفته إلى التقاعد الإجباري. جميل. ب3 دقائق أنا وراح أختم هذه الندوة. موقفك من زيادة البنزين ورفع الدعم؟ طبعا ذكرتها في كلامك، بس إذا ترد تأكد على نقطة معينة. مرفوض 100%. الزوج لما يتوفى بعيد الشر عنكم معاشه التقاعدي يروح لاولاده او للاسره، بينما الزوجه بعيد الشر عنكم لما تتوفى معاشها يذهب الى ديوان الخدمه، علما بان طول فتره خدماتها يستقطع من معاشها للتامينات لكن لا يصرف لاولادها. هل سيكون لكم دور في تعديل هذا القانون، وخاصه الدستور ينص على المساواه ما بين الرجل والمراه؟ اكيد كل حقوق المراه المنقوصه انا معاها، هذا صرحت فيه اكثر من مره يعني. رأيك بالنسبة لقانون الأحداث الجديد بأنه سوف يكون سن الحدث عند 16 سنة وليس 18 سنة؟
يعني هو مشكلة. أنا خليته على 16 سنة، أنت دخلته فيه بتاع مو صحيح. جميل، تقريبا غطينا كل الأسئلة، وإن كانت هنالك أسئلة فقط سؤال أخير. هنالك 3 مليارات هدايا في إحدى الوزارات، أنا أول مرة أسمع عن هذا الموضوع. إن يعني إذا كان صاحب هذه المعلومة كاتبها نتيجة للتأكد، ولكن أنا أطرحها. 3 مليارات هدايا في إحدى الوزارات والهيئات والهبات الخارجية تقدر ب 7.5 مليار. أليس الأولى أن تكون هنالك مراعاة لجيب المواطن في ظل هذه المليارات التي دفعت إلى الخارج؟ يا ليت واقف على هذه، أنا بعيني شوف العين لما يطلعون الوفود الرياضية برا ويحاول أنه يرشح لمنصب أولمبي ولا شيء، كلها من حساب الدولة تطلع هدايا يوزعونها على الوفود، كلها ميزانيات تؤخذ من الدولة والحبل على الجرار ما حد يدري عن شيء. جميل، الحديث ذو الشجون والكلام لا ينتهي، وهذا هو يعني غيض من فيض، والبرنامج الانتخابي لا يستطيع أن يحصر ما لدى السيد فاخر من كم من القضايا والأطروحات والرؤى والاهتمامات التي يرغب بأن ينقلها. في ختام هذه الندوة وهذا اليوم وهذا التجمع، الأيام قليلة الآن باقية على الحسم والذهاب إلى صندوق الاقتراع. لا أريد أن أقول كلمة نيابة عن السيد فاخر، ولكن عليك أن تختار في ظل وجود المتنافسين من الأخوة الشرفاء الموجودين في الدائرة الأولى. عليك أن تختار مرآتك، عليك أن تختار من هو يعتبر نفسك في الذهاب إلى صندوق الاقتراع. عندما تختار الشخص تعتقد اعتقاد يقين بأن هذا الشخص هو يمثلني أنا. عندما يتحدث تحت قبة عبد الله السالم هو يتحدث بلساني أنا، فلذلك أنا أختاره لكي يكون هو في المقدمة، يعرض الشكوى ويتحمل مسؤولية ويحمل على عاتقه كل هموم البلد، لا يكون فقط لأبناء الدائرة ولا لأبناء العمومة ولا أبناء طائفة معينة، بل يكون لأبناء دولة الكويت بشكل أجمع. فهذه هي النقطة الأساسية، فعلينا أن نختار ونختار الأمثل والأكفأ، لأنه هو ليس ممثل الأمة بل هو أفضل الأمة، هو نموذج الأمة، وعلينا أن نختار الإنسان في المكان السليم. الكلمة الآن الأخيرة بدقيقة وبعجالة، ومن ثم تدعو أحبائك الذين قدموا اليوم وتحملوا برودة الطقس شوية والجو شوية صار علينا بارد، تدعوهم إلى العشاء المقام على شرفهم. أحسنت رحمة الله. يعني كلمة أخيرة الآن، العد التنازلي عادة في الانتخابات تبدي الإشاعات ويبدي الكذب واللعب السياسي كله يطلع في هالأيام الأخيرة، فانتبهوا أن تظلموا أحد أو تصيبوا أحد بجهالة بسبب إشاعة أو كذب. تأكد دائما من المصادر وتيقظ من المصادر. موجودين احنا دائما والإخوان موجودين دائما، أي شيء شيل التلفون، تلفوننا موجود، مقرنا احنا موجودين متواجدين فيه، تعال اسأل. ولا الإشاعات راح الحين هذا وقته، وقت بيع وشراء الذمم الآن. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لي أنا أقولها وأرد أعيدها، أنا لن أتوانى ولن يعني أتكبر عن تبني أي فكرة عند أي أحد فيكم وطرحها، سواء كنت مرشح أو نائب، وتبنيها بكل حذافيرها بدراستها وقوانينها وطرحها للمجلس. الكل مشارك لنا في هذا الكرسي، الكل مساهم في هذا الكرسي، ولن نبتعد عنكم، لأن التواصل وياكم هي فائدتنا. التواصل معاكم هو المنبع اللي احنا ناخذ من عنده الأفكار. أتمنى لكم التوفيق واشكرين كل الشكر على حضوركم وتواجدكم، وسامحونا احنا كثرنا عليكم وزودناها حبتين، وتفضلوا انتم على العشاء. مشكورين. بس في هنالك كلمة أخرى أريد أن أدقق عليها، وهي كلمة ذكرها السيد فاخر وأرد أكد عليها. خلال هذه الساعات وخلال هذه الأيام الحذر، كل الحذر من مصادر الإعلام التي تأتيك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، هي لك ولنا، ونذكر أنفسنا قبل أن نذكركم. هنالك ما يسمى بالتسابق والتنافس. بعض المصادر الإعلامية تأتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تضع المصنفين أو المنافسين في الانتخابات ب4 فئات: منافس قوي،
يعني ضامن الكرسي ويعطون اللون الأخضر، وهنالك منافس أحمر هذا منافس قوي، وهنالك من هو يعني ينافس ولكن بشكل ضعيف، وهنالك من هو خارج الحسبة. هذه الأمور قد تزعزع فكرة أنك أنت تصوت لشخص هو خارج الحسبة، أو تجده مثلا موجود في المركز الأول فتقول بما أنه هو ضامن فإذا أنا أعطي صوت لشخص آخر، خاصة أن الآن أصبح لدينا صوت يتيم. في السابق كانت عندنا 4 أصوات وتعودنا على الصوتين فكنا نعطي. الآن أمانة أتكلم بكل صراحة، إخواننا كثر وحبايبنا كثر، وما نعلم في هذه الدائرة الأولى سنعيش بصراع نفسي للحظات الأخيرة. نصوت لمن؟ كلهم أمامنا ما شاء الله يمتازون بالسمعة، بالرفعة، بالمستوى، بالثقافة، فلذلك السباق في ظل هذا التنافس سباق صعب. فلذلك أنا أسأل الله أن يوفقنا جميعا، أنا معكم، بأن يلهمنا الله سبحانه وتعالى بأن نختار في اللحظة الأخيرة، نختار من هو يمثل أفضل الموجودين، وكلهم إن شاء الله سواء أمامنا. ولكن أقول لكم لنحذر، وأعيد على الكلمة اللي قالها سيد فاخر ويأكد عليها، لنحذر من الشائعات وصعود اللي ما تسمى بالبورصة، بورصة الأصوات.